والله العظيم ثلاثة ما متعمد ان انا مستقصد والله ولا مستقصد الشركة نفسها. محتاجة واحدة كمان. بيتكلم عن الوش الغير طبيعي ومع ذلك هو اكبر واحد فيها كثافة وش. طب ما تكتبوا يا جدعان انها ام قهوة فرنساوي يا جدعان. وعشان معظمنا بيروح السوبر ماركت ويدفع اللي فيه النصيب عشان يروح يلاقي قهوة حلوة فيلاقيها لا طعم ولا ريحة ولا ايحاء ولا اي حاجة غير فقط بالندم انك اشتريت. وزي السنة اللي فاتت التجربة مش على صنف ولا اتنين ولا تلاتة، المرة دي معانا 14 صنف من الموجودين حوالينا في الاسواق، واللي كان معظمهم بناء على استفتاء عملناه على الاستوديو، وراعيت قدر المستطاع ان انا اشتريهم كلهم سادة ودرجة التحميص وسط. لكن قبل ما نبدأ اي كلام اقسم بالله العلي العظيم ولا شركة من ال 14 دول يعرفوا ان انا هصور، واقسم بالله العلي العظيم مرة تانية انا ولا واخد فلوس ولا الفيديو ده هيكون محاباة ولا مجاملة لاي حد. والله على ما اقول شهيد عشان يكون عنوان الجزء الثالث رسميا. جربت من الارخص للمعقول في 14 صنف من البن المطحون، وزي ما بدأناها السنة اللي فاتت هنبدأها السنة دي، هنبدأ من الارخص للاغلى. وكان صاحب المركز ال 14 بن شوتس وسط سادة 250 جرام ب 140 جنيه، وده انتاج محلي ونسبة وتناسب. السعر بتاع شوتس هيكون ارخص من سعر بن زرزور اللي جه في المركز ال 13 وكان وسط سادة 180 جرام ب 129 جنيه، ويقال انه منتج سوري لكن بايادي مصرية، لكن هو انتاج محلي. يجي في المركز ال 13 بن عامر وسط ساده 250 جرام ب 170 جنيه وانتاج محلي، ونسبه وتناسب في اللي بعده. فبن عامر هيكون ارخص من بن امتنان اللي حاولت ادور عليه وسط ساده لكن ما لقيتش غير الفاتح ساده، فهنراعي الموضوع ده واحنا بنصور. وزن 200 جرام ب 164 جنيه انتاج محلي. بيجي في المركز العاشر بن سراج الدين بن وسط ساده 250 جرام ب 184 جنيه وبالتاكيد انتاج محلي. يجي في المركز التاسع بن بيروت وسط ساده 250 جرام ب 195 جنيه انتاج محلي. بيجي في المركز الثامن زهرة البن البرازيلي وسط سادة 250 جرام ب 210 انتاج محلي. بيجي في المركز السابع بن كوبا وسط سادة 200 جرام ب 220 جنيه انتاج محلي. وبيجي في المركز السادس اللي عجبني قوي شكل التغليف بتاعه، وجديده جدا ان واحد يعلق علقه ويكتب فيها كلمتين حلوين، لكن بن مريم وسط سادة 250 جرام ب 253 جنيه انتاج محلي. بيجي في المركز الخامس بن سيلفر سكين وسط سادة 200 جرام ب 252 جنيه وانتاج محلي. بيجي بعد على طول مباشره في المركز الرابع بن البدوي وسط ساده 250 جرام ب 258 جنيه وانتاج محلي. بيجي بعديهم بن ابو حمدان وسط ساده 250 جرام ب 285 جنيه وانتاج محلي. بيجي في المركز الثاني بن ابراهيم بيك 250 جرام ب 292 جنيه انتاج تركي مستورد. وبيجي في المركز الاول اغلاهم بن العميد وسط ساده 200 جرام ب 310 جنيه انتاج اردني مش كويتي ولا مصري، الانتاج الاردني عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم عن ايه. وبالمناسبه شركه شوتس هي نفس الشركه اللي انتجت بن بيروت، تقريبا اتبعوا مبدا ايت ويل سيل بيفور كام اني somebody تو ايت، لكن اللي محدش يعرفه ان احنا النهارده هنقيت كلهم على بعض. ومش عايزك تنسى الكلمتين اللي هقولهم لك في اي مرحله من مراحل الفيديو ده. كالعاده لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وفي اختلاف الاذواق توزيع للارزاق. بس قبل ما نبدا التجربه ندعي ان ربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امي واخويا وامواتنا، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. ومن فضلك قبل ما نبدا الفيديو زي ما قلتها لك السنه اللي فاتت، بما ان الفيديو ان شاء الله طويل ومش هيكون ممل بالنسبه لك، فيا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب لو انت بتتفرج من على اليوتيوب. بسم الله فلنبدا المشرحه. نبدا مباشره التجربه 5 في 5 في 4، وهنبداها من ال 14 للواحد. فاول واحد معانا هو بن شوتس. ده التغليف بتاعه جاي منفخ، يعني بدايه غير مبشره، واخده هوا يعني بتقلل من العمر الافتراضي للبن اللي جوه الكيس. اما بالنسبه عن درجه التحميص اللي هي المفترض وسط، فهي الدرجه تقريبا مظبوط، ولو انها داخله في الدرجه الثالثه او الرابعه من الدرجه المتوسطه في التحميص. ندخل في اختبار الليمون. نص ليمونه. بالمناسبه فوران البيكربونات الصوديوم على القهوه التركي بتبان قبل ما تعملها او حتى بعد ما تعمل، مفيش اي فوران. ندخل في اللي بعده بن زرزور. التغليف متفاكيوم متفرغ منه كل الهواء، وهو ده اللي انا بتكلم عليه، بيطول من عمر الاحتفاظ بالقهوه اللي جوه الكيس. درجه الطحنه مناسبه للقهوه التركيه. بالنسبه لدرجه التحميص فهي برضو متوسطه في الدرجه الثانيه او الثالثه من التحميص المتوسط. اما بالنسبه لاختبار الليمون فبسم الله ما فيهاش اي فوران. اللي بعد بن عامر. الكيس فيه هواء سهل الفتح مش محتاج مقص. انا بس عايز اقول ان انا لما باجي اشم ريحه القهوه بتاعت شوتس يعني تقريبا انا مش شامم لها اي ريحه قهوه تقريبا، يعني عشان ما اكونش ظالم، بس هي حاجه غريبه. وانا انتبهت لما جيت شميت بن عامر ليه شميت الريحه بزرزور وعامر لكن ما شميتهاش في شوتس، فتقريبا الريحه
مش موجوده. بن عامر اختبار الليمون يجعله عامر، مفيش فقاقيع. ندخل بعد كده ببن امتنان التركي، سهله الفتح من فوق ولكن واخد هوا. ندخل على طول في اختبار الليمون بعد كده، مفيش اي فقاقيع. بن الامتنان عدى من الاختبار. ويجي اخر حاجه معانا في المجموعه بن سراج الدين، يمكن احسنهم في التغليف، واتوقع بما انه مقفوله القفله ديت فهيبقى متفرغه من الهوا قبل التغليف. بسم الله. اختبار الليمون نجح في الاختبار، مفيش اي فقاقيع. بيروت سهل الفتح غير شوتس خالص، بس ضعيف جدا يعني التغليف ضعيف ما بيقفلش حتى. ندخل على تيست الليمون بعد كده مباشره، نجح في الاختبار، مفيش. ندخل على اللي بعده، بن زهره البن البرازيلي، سهله الفتح، في امكانيه قفل وفتح اكتر من مره، وده يدخلنا على اختبار الليمون، مفيش اي فوران، يبقى نجح في الاختبار. ندخل في اللي بعده، بن كوبا، التغليف بتاعه حلو، نفس تغليف شركه ثانيه كنا عاملينها السنه اللي فاتت. تيست الليمون نشوف فوران ولا لا، مفيش فوران، نجح في الاختبار. بيجي بعد كده بن مريم، الفتح سهل جدا. بن مريم للاسف الريحه جميله، ولكن احنا عندنا مشكله هنا بقى في التحميصه. ليه بقى؟ والمفترض ان انا شاريها وسط ساده الى انها تقريبا اول درجات الغامق، فللاسف الشديد القهوه غامقه. ومع ذلك هنكمل في تيست البيكربونات الصوديوم، مفيش اي فقاقيع. اخر حاجه معانا في المجموعه الثانيه هي سيلفر سكين، التغليف بتاعه حلو، جوه كيس وعلبه فاضيه. انا احب الناس دي، احب الناس اللي بتهتم بالتفاصيل والله. بسم الله. نفضيها هنا. بالنسبه لاختبار تيست الليمون فزي ما انتم ما شايفين نجح في الاختبار. بن البديوي تغليف ممتاز. نتست اختبار الليمون، بن البديوي نجح في الاختبار. ندخل على طول على ابو حمدان او ابو همدان، ولكن هو بالعربي يقال ابو حمدان، تغليف كويس. سمعتوا الصوت ده؟ تست اختبار الليمون نجح في الاختبار. ندخل على طول مباشرة في اللي قبل الأخير، إبراهيم بيك، تركي مستورد، التغليف نوعا ما كويس، جايب لك معاه كمان معيار جوه كيس. دي قهوة فرنساوي دي يعني ولا إيه؟ مش فاهم. طب ده أنا أختبر فيه إيه ده؟ ندخل في اللي بعد، ومعانا رقم واحد الاغلى تقريبا في قائمتنا، مش تقريبا، هو فعلا الاغلى ومشهور جدا ومكتسب ثقه من ناس كتير. بن العميد اللي من سنين عمره ما هيغير تغليفه، تدفع فيه قد ما تدفع قد كده، وبرده هو نفس التغليف، مش مهم اللي بره. ندخل في اللي جوه. هي المفروض ان هي متفرغه فاكيوم ولكن واخده هوا. هنتست الليمون يا جماعه، انتوا تحسوا ان القهوه ووتر بروف ضد الميه يا جدعان ولا ايه؟ بسم الله تبارك الله. بن العميد نجح في الاختبار. انا هناخدهم دفعه ورا الثانيه تسويه كلهم زي بعض بنفس التوقيت ونفس المعيار. معلقتين من بن شوتس، معلقتين من بن زرزور، بن عامر معلقتين، وبعد منه بن امتنان، واخر حاجه معانا بن سراج الدين. بالنسبه للميه هنقسمهم على مرحلتين عشان ياخد حقه الكافي في التسويه. اول ما الميه تدفى معانا هنبدا نزود عليهم معيار الميه، وبعد كده ندي تقليبه اخيره، وبعد التقليب الكويس نسيب لها الفرصه ان هي تستوي على مهله. بما اننا بقى بنتست بعد التسويه، فانا شايف كده بسم الله الرحمن الرحيم درجات التحميص اللي متحمصه بيها ال5 درجات دول، اغمقهم هو سراج الدين وافتحهم الامتنان. سراج الدين بيتكلم عن الوش الغير طبيعي، ومع ذلك هو اكبر واحد فيها كثافه وش، انا مش عارف ازاي. طيب هم كده يعتبر اتعملوا خلاص، نقفل النار ونسيبهم يرتاحوا. وبما انها بردت شويه فنبدا باول واحده، شوتس فيها وش كتير، انا ما اعرفش ازاي بصراحه. يعني درجه التحميص زي ما قلت متوسط مايل للغامق، الريحه مفيش. بسم الله. انا بحاول ادور على طعم القهوه والله، انا اسف يعني الشوتس مش جايه معايا سكه خالص خالص. نفصل بقى بكوبايه الميه. اللي يحسب لشوتس الوش اللي مش عارف جه منين، القوام اللي نوعا ما متماسك، عدا ذلك للاسف مفيش. اما بالنسبه لبن زرزور فالوش بسم الله تبارك الله مش موجود، القوام بتاعه الميه صيصه، برغم ان احنا عملنا نفس مقدار البن ونفس معيار الميه. ممكن ما يكونش عيب في البن، لكن ممكن يكون خطا في التوليفه اللي اتعملت بها زرزور. الريحه بتلاقي فيها ريحه البن بنسبه 30-40% من الريحه المعتاده من البن العادي. الطعم بسم الله، طعم قهوه مغليه، وتقريبا نسبه الروبوستا فيها عاليه قوي. بن عامر اللي اتسالت عنه كتير اول مره اجربه. بالنسبه للوش متماسك، درجه التحميص بتاعته الدرجه الثانيه او الثالثه من الدرجه المتوسطه في التحميص. القوام بتاعه متماسك، وما زال الوش لسه لحد دلوقتي بيعمل ترسبات لتحت. اما بالنسبه للوش الثقيل اللي في القهوه فده ممكن يكون راجع ان هم بيزودوا بعض انواع حبوب القهوه اللي مسؤوله عن تكوين الوش. ريحه بن عامر هتشمها بنسبه 30-40% من الريحه المعتاده عن القهوه اللي احنا بنشمها. بالنسبه للطعم لا ثواني افصل. عارف انت لما تكون جاي من رمسيس تحت كوبري غمره كده، بتلاقي في ناس واقفه بتبيع قهوه، كوبايه القهوه بتلاقيها ب 10 جنيه ب 15 جنيه. ايوه الاسعار دي لسه موجوده لحد دلوقتي. عارف انت الناس دي، انت بتشرب كوبايه القهوه مش هتكرهها، تمشي معاك في الازمات، تديك كم بسعر رخيص، لكن كاحمد مش حد تاني يعتمد عليها بشكل يومي اظن صعب.
نفصل. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وتقول لي تعليق حلو من قلبك. دخلنا في امتنان قبل الاخير، الوش بتاعه نوعا ما متماسك، عاجبني جدا ان الوش مش كبير، الوش متوسط، القوام شايف ان هو ماسك نفسه، وكل الزوائد من وجهة نظري بتعمل ترسبات اللي لسه ما زالت لحد دلوقتي بترسب لتحت. الريحه هتلاقيها من 40 ل 50% من الريحه المعتاده من كل القهاوي اللي احنا بنشمها حوالينا. بسم الله. توليفة معقولة متوازنة ما بين الارابيكا والروبوست، مش هتديك مرار لاذع ولا هتديك حلاوة صرف. وطبعا انا بتكلم عن القهوة السادة، لو اتحط لها معلقة سكر بالنسبة للناس اللي بيحبوا قهوة بسكر فامتنان هيكون شغال معاهم. نفصل. سراج الدين، بالنسبة لسراج الدين انا شايف ان الوش بتاعه ازيد من المطلوب، ده غير ان هو غامق، يعني ده يعتبر تقريبا اول او تاني درجة من درجات الغامق، برغم ان احنا جايبينه وسط سادة. القوام شايفه متماسك، الترسيب مش كتير، الريحة تقريبا اعلاهم، يعني اقدر اقول لك من 50 ل 60% من ريحة القهوة المعتادة اللي انت بتشمها حوالينا. بسم الله. شكله حلو يعني، عشان بس نقول كلمة حق، تقريبا لمحبين القهوة السادة هيحبوها، ولمحبين القهوة بالسكر برضه هيحبوها. فانت ايها المشاهد لو جيت سألت احمد الجرحي كشخص وذوقه، هقول لك ان في اول دفعة اللي يفوز فيها برغم عيب درجة التحميص، الا ان اللي يفوز في الجولة دي بن سراج الدين. نرجع نقول مرة تانية العيوب اللي انا مريت بيها من الاول للاخر. شوتس مرارة مرفوعة قوي، ريحة وطعم القهوة تكاد تكون معدومة، زرزور خفيفة تنفع اكتر للناس اللي محبين القهوة المغلية وما بتعملش وش نوعا ما. بن عامر تحس ان البن اللي انت بتقدر تشربه في التيك اواي وانت ماشي في الشارع، نفس الطعم اللي انت بتدوقه فيه هتدوقه في بن عامر. بالنسبة للامتنان فكنت بفكر ان انا اخليه يفوز، لكن بصراحة اللي ظبط التوليفة اكتر هو سراج الدين، ولذلك سراج الدين هيطلع من المعادلة دي عشان يترحل معانا للنهاية، وده يدخلنا في المجموعة اللي بعد كده. على بركة الله نبدأ نفس اللي قبليهم بالظبط، وهنحط نفس المعيار من بن بيروت، وبعديه زهرة البن البرازيلي، وكذلك كوبا، وكذلك مريم اللي تقريبا اغمق الدرجات، ومن بعد منه السيلفر كين، ونظبط معيار المية زي اللي قبلهم بالظبط على نار هادية. نبدأ نقلب، نبدأ نزود المية بعد ما المية بقت دافية، نديها بقى فرصتها انها تستوي على اقل من مهلها. تقريبا كده دخلوا خلاص في مرحلة التسوية، يعني اقل من دقيقة ونقفل عليهم النار ونسيبهم يرتاحوا. بن بيروت استوى اول واحد، تاني واحد استوى معانا مريم، تالت واحد استوى معانا سيلفر كين، رابع واحد استوى معانا كوبا، الخامس والاخير زهرة البن البرازيلي. نسيبهم يهدوا ويرتاحوا. نبدأ ببن بيروت، الوش كثيف، القوام متماسك، درجة التحميص يعتبر الدرجة الثالثة او الرابعة زي ما قلت في التحميصة المتوسطة. بالنسبة للريحة 30-40% من الريحة الطبيعية للقهوة اللي احنا بنشمها حوالينا. بسم الله. والله العظيم ثلاثة ما متعمد ان انا مستقصد، والله ولا مستقصد الشركة نفسها بمنتجاتها الاتنين، قسما بالله ما مستقصد، قسما بالله الرد الفعل اللي طلع مني ده طبيعي. نفصل يا عم. جايز الوش يكون غشيم، نبعد الوش شويه. باختصار مرار لاسع، يعني بيروت افضل شويه من شوتس ده حقيقه، ولكن برضو مازال في مرار مغطي على اي طعم تاني انت ممكن تدوقه في القهوه، فاللي هو اصلا انت ضايق المرار مستغني عن باقي التيست. ولكن القوام متماسك بغض النظر عن القوام وبغض النظر عن المرار الزايد فيها، الى انها مقبوله اكتر من شوتس. ندخل في بن زهره البن البرازيلي، الوش متماسك، درجه التحميصه الثالثه او الرابعه من الدرجه المتوسطه، القوام متماسك، الترسيبات مش كتير، والوش مش كثيف قوي ولكن موجود. الريحه زي ما قلت 30-40% من الريحه الطبيعيه للقهوه اللي احنا بنشمها حوالينا. بالمناسبه النسبه المئويه بتاعه القهوه اللي انا بقولها 30-40% من الريحه اللي احنا بنشمها، اقصد الريحه اللي احنا بنشمها واحنا معديين قدام المحامص، لان حرفيا انا وانت متفقين ان احنا ما بقيناش نشم ريحه قهوه عدله اصلا حوالينا. والله طعمها مقبول، ما فيهاش مرار، اهو ده بقى الكلام. الوش متماسك، القوام متماسك، درجه التحميصه حلوه مش وحشه، مقبوله، والطعم مقبول، قريب جدا من طعم بن عامر بنفس التفاصيل اللي فيه، ولكن الحلاوه هنا ازيد من بن عامر. ندخل مباشره بعد كده في بن كوبا اللي الوش بتاعه انا ذات نفسي مستغربه، يعني الوش كثيف جدا لكن القوام متماسك والترسيبات قليله. خلينا بقى ايه نوسع الوش كده لان الوش تقيل، يعني انا مستغرب.
باختصار شديد كوبا هي النسخه المعدله لزهره البن البرازيلي. الوش طلع وش خداع، القوام متماسك، لسه الترسيبات لحد دلوقتي مازال بتنزل. عشان كده اخواتنا الكبار واهالينا كانوا دايما بعد ما بيعملوا القهوه التركي بيحطوا عليها نقطه او نقطتين من الميه عشان تاخد الترسبات وتنزل تحت مباشره. ولكن ما زلت عندي كلام، الريحه 40 ل 50% من ريحه القهوه اللي بنشمها حوالينا، والطعم هي اصلحت ما افسدته زهره البن البرازيلي وبن عام. فالحلاوه بتاعتها زايده حبتين ومناسبه جدا لكل واحد عايز يشرب قهوه من غير سكر مع انه متعود على القهوه اللي بسكر. وده يدخلنا في مريم. يعني مريم انا احترت فيه برضو، ومش هحط نقطتين عشان الوش ينزل، ولكن بالمعلقه كده انا هوسعها واحرك فيها سيكه ويتضح ان الترسبات بتنزل عادي جدا. بس الوش كثيف، درجه الغمقان غامق جدا طبعا، مش محتاج اتكلم ولا اقول. بسم الله. مش عارف، انا حاسس انها كانت هتبقى حلوه لو كان التحميصه بتاعتها متوسطه او فاتح. انا حاسس ان التحميصه بتاعتها الغامقه ضيعتها، فمش عارف احكم عليها كويس بصراحه. مريم احنا اسفين، للاسف الشديد الطعم مش متناسب، ويمكن الطعم مش متناسب عشان التحميصه غامقه ومحروق كمان. سيلفر سكين، قوام متماسك، الوش كثيف، ترسبات بتنزل تحت قليل جدا. نوسع الوش بسم الله. نقدر نقول ان سيلفر سكين طعمها زي طعم كوبا، اصلحت ما افسدته زهره البن البرازيلي وبن عام. وبما ان الخمسه تقريبا من الارخص للاغلى، وان كوبا عملت اللي عملته سيلفر سكين، فانا هختار كوبا من الخمسه دول يترحل معانا للمجموعه اللي بعد كده. وده بمنتهى البساطه لان بن بيروت يعني ما اخدش خطوه غير خطوه بس احسن من شوتس مش اكتر. وزهره البن البرازيلي طعمها حلو ولكن حلاوه بزياده، مش محببه لكيفه القهوه، هتبقى محببه اكتر للمبتدئين. اما بن مريم فللاسف الشديد قد يكون لو كانت التحميصه افتح من كده كانت هتبقى متناسبه. وسيلفر سكين ما يعيبوش اي حاجه، ولكن هو عمل تقريبا نفس اللي عمله كوبا، وبما ان كوبا ارخص من سيلفر سكين فعشان كده اخترنا كوبا معانا للتصفيات. وده ايها الساده يدخلنا في المجموعه الثالثه والاخيره، وهم اخر 4 حاجات هنستثني منهم ابراهيم بيك هنعمله على جنب عشان نعرف قصته ايه، ولكن هنعمل البديوي وابو حمدان وبن العميد. فخلينا نلقم الكوبايات ونحط معاهم بالمره القهوه العثماني اللي احنا مش عارفين ده، وشكله هيطلع في الاخر قهوه فرنساوي، وساعتها ابقى انا اللي جنيت على نفسي. انا هقول كلمه والله على ما اقول شهيد، انا ما اعرفش اذا كان العميد هو اللي هيكسب في الاخر او لكن حتى لو كسب ده مجرد ذوق وراي شخصي ليا فقط لا غير. ولكن انا بقول من دلوقتي انه لو كسب العميد فده يدل انه مفيش قهوه عدله في مصر الا من رحم ربنا. وده مش عيب توليفات ولا نوى بلح ولا بسله ولا خلاف، ده لان اصلا حبوب القهوه نفسها اللي بتوصل لنا مصر ده للاسف بنسميه اخر الغربال او الرقش او بواقي من الاخر. بالنسبه لابراهيم بيه ده هندوقه في الاخر خالص كده، اركنه على جنب لحد ما نعرف قصته ايه، كده كده هو بره الحزب. بسم الله. بن البديوي، الوش ماسك نفسه، درجه التحميص زي ما قلت لكم الدرجه الثالثه او الرابعه من التحميصه المتوسطه، وخلينا نقول ده مش هيعيبه في شيء. القوام متماسك، الترسيبات مش كتير، الوش برده مرمل ومش كتير. بسم الله. الريحه نفاذه من 40 ل 50% من منسوب ريحه القهوه الطبيعيه اللي احنا بنشمها حوالينا. لا بصراحه خلينا نقول من 50 ل 60%. بصراحه الريحه يعني يمكن اكتر ريحه قهوه شميتها لحد دلوقتي، لسه ما دخلناش في ابو حمدان والعميد، يعني انا بتكلم لحد هنا. البديوي حرفيا ممتاز وعجبني، انا كاحمد عجبني، متوسط ما بين المراره والحلاوه، والطعم ما هواش لاذع، لا داخل بانسيابيه. احييك والله. بسم الله. ابتدينا نتفائل اهو. ابو حمدان، ابو حمدان ده كان بناء برضو على ترشيحاتكم، درجه التحميصه بتاعته تقدروا تقولوا اخر درجات التحميصه المتوسطه، مايل للغمقان نوعا ما، القوام متماسك، الوش ترسيباته مش كتير. بسم الله. ابو حمدان ريحه القهوه منسوبها اقل من البديوي. كمان مره عشان ما نظلموش. بسم الله. طيب بصراحة برغم ان ابو حمدان غالي شوية والباكج بتاعه حلو، ولكن نقدر نقول ان هو اصلح ما افسده كل ما قبل، واللي اقصده في كل ما قبل زي شوتس، بن عامر، بيروت، امتنان. ولكن لما تيجي تجرب بن حمدان مع البديوي هتختار البديوي قولا واحدا. لازم نفصل، حان الان موعد تذوق العميد. العميد الوش بتاعه متماسك، درجة التحميص الدرجة الثالثة او الرابعة من الدرجة المتوسطة، وده المتعارف عليه في العميد. للاسف الشديد عندهم مشكلة كده في منسوب التحميص، الوسط بيبقى مايل للغامق والفاتح بيبقى مايل للوسط. القوام متماسك، الوش مرمل سيكا،
الترسبات مش كتير، الريحه مش محتاجه اتكلم بصراحه، الريحه قويه، يعني تقدر تقول هي اعلى نسبه ريحه شمتها لحد دلوقتي في جميع القهاوي، ودي انا لاحظتها من اول ما فتحت التغليف. طبعا انا عارف ان كتير من حضراتكم مش مستني التقييم، انا في معادله محيره شويه وهقول لك ليه. دلوقتي بن البديوي لو كان في اي قايمه تانية كان هو هيفوز، وانا ما ينفعش اخد 2 معايا عشان ارحلهم للتصفيه النهائيه، صح؟ هتقول لي صح. عشان اكون عادل للاخر، بن البديوي حلو عجبني، لو قررت ان انا اشتري ممكن اشتري بن البديوي لو انا مش قد تكلفه ال 310 بتوع العميل، او لو ما لقيتش العميل. ولكن نظرا عشان اكون فير وباخد واحد بس من كل مجموعه، فمع احترامي لبن البديوي اللي كان كويس وممتاز، وبن ابو حمدان اللي مش عارف ليه حسيت بيه في دروب نوعا ما، ومع احترامي لكل الشركات فيما سبق، فانا هختار للتصفيه النهائيه بينهم هم الثلاثه العميد. وقبل ما ننتقل للمرحله الاخيره عشان نتكلم براحتنا، خليني بقى انا عايز اعرف مله القهوه دي ايه؟ قهوه فرنساوي متبهره. طب ما تكتبوا يا جدعان انها قهوه فرنساوي يا جدعان. وبما ان تصفيه ال3 مراحل، اول مرحله صفينا منها الكوبا، وتاني مرحله صفينا منها سراج الدين، وتالت مرحله صفينا منها العميد، فان الاوان نعمل زي السنه قبل اللي فاتت وزي السنه اللي فاتت، نختار فئتين، الفئه الاقتصاديه المتوسطه والفئه الاقتصاديه الملسوعه. وده معناه انك لو خيرتني ما بين سراج الدين وما بين كوبا، فبصراحه انا هختار كوبا لسببين. اولهم ان هو عرف يخطفني بالطعم شويه، طعم متناسق، لا حموضه عاليه ولا مراره ولا حلاوه بزياده، مع اول شفطه تحسها انها وصلت لمزاجي. وكمان لان درجه تحميص كوبا افتح شويه من سراج الدين، ده بخلاف ان سراج الدين للاسف الشديد مرارته عاليه سيكا، فهيكون مناسب اكتر للناس اللي بيحبوا يحطوا سكر على القهوه. اما بالنسبه لكوبا فحلاوته هي اللي اعلى سيكا، فهتكون مناسب اكتر لكل الناس اللي بتحب القهوه من غير سكر، او حابين يجربوا القهوه من غير سكر بعد ما كانوا بيشربوها بسكر. وبما ان سراج الدين ب 184 وكوبا ب 220، فهنختار كوبا للفئه المتوسطه. اما بالنسبه للفئه الملسوعه فمش هجادل معاكم كتير بصراحه، هو العميد اللي يكسب. اولا لان القهوه نفسها مستورده. طبعا واحد ممكن يجي يقول لي يا ابو حميد، ما هي القهوه اللي بتنزل مصر كحبوب للشركات الباقيه برضو قهوه مستورده. في اختلاف، انك تنزل لي حبايه بن يتحكم فيها التاجر في مصر، غير لما تنزل لي براند اصلا هو من بره مصنع وداخل مصر، والعميد سيرته معروفه للجميع. اما لو حبينا نضيف في الجزء ده حاجه متوسطه ما بينهم هما الاثنين، فبالتاكيد للمره الثانيه هختار ما بينهم البديوي. اما بقى القهوه دي انا كنت بحاول اجمعها من شويه، بس للوهله الاولى لو مش واخد بالك انها قهوه هتحس انها شاي كرك، بس بدل الشاي كرك قهوه كرك، والله ما بهرج. يعني فعلا اللي يجرب دي هيحسها ان هي قهوه كرك مش شاي كرك. فابراهيم بيه حلو للي بيحب الحاجات دي. كل راي انا قلته في الحلقه دي هو اجتهاد شخصي مني انا، ومش شرط ان اللي يعجبني يعجبك، ولا شرط ان اللي يعجبك يكون هو اللي على هواك. عشان كده دايما بنقول لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وفي اختلاف الاذواق توزيع للارزاق. وبما اننا وصلنا في الختام، فكالمعتاد ايها الساده الكرام، قبل ما نختم مع بعض ندعي ان ربنا يرد فينا النخوه وينصر اخواتنا ويرحم امي واخويا وامواتنا، واللايك في ايدك وصلي على حبيبي وحبيبك. والى هنا ايها الساده الكرام، مش ناقصنا غير ان احنا نقول السلام.